تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي على نطاق واسع بيانا تم نسبه إلى الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم تعبر من خلاله عن استيائها لواقعة اعتداء لاعب نادي الأهلي حسين الشحات على لاعب نادي بيراميدز المغربي محمد الشيبي خلال مباراة الأهلي المصري ونادي بيراميدز، وجاء ذلك عقب نهاية اللقاء الذي عرف هزيمة المارد الأحمر بثلاثية نظيفة. وادعى فيه ناشروه أنه صدر عن الجامعة المغربية لكرة القدم تعبر فيه عن استيائها من هذه الواقعة الغير الأخلاقية، حيث بادر لاعب الأهلي حسين الشحات إلى الصفع المغربي محمد الشيبي عقب نهاية اللقاء الذي عرف خسارة الشياطين الحمر المصرية بثلاثية. ومن شأن مثل هذه الأخبار أن توجج الوضع بين الشعبين الشقيقين المصري والمغربي. وتستنكر الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم في نص بيان المتداول حديثا الاعتداء على اللاعب المغربي، كما تعلن عزمها اللجوء إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا. وبعد هذه الأخبار المتداولة قام موقع شوف بريس باتصال بأحد المقربين من الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، أخبرنا من خلالها أنها مجرد أخبار زائفة عارية من الصحة، وأن السيد فوجي القجع لا ينوي التحرك في هذا المنحى للحفاظ على العلاقة الجيدة التي تجمعه بالاتحاد المصري لكرة القدم خوفا من خسارة حليف مهم في الكاف.